سعداء بوجودك معانا يا عمرو، ويستمر الحوار. انا الاسعد، اهلا وسهلا. بفكرك بفيلم بقى الحاسه السابعه. الحاسه السابعه كان من بطوله احمد الفيشاوي في اول اعماله، وده انتوا اصدقاء وشاركتوا في برنامج حقق نجاح كبير. لكن مين ورا الكاميرا بقى؟ احمد مكي. احمد مكي المخرج وليس الممثل بالمره. بشكل مختلف في صورته وهو شاب، وكان عنده شعر عادي مش شعر اتش دبور. ويمكن معاكم ايناس مكي اخته جايه في دور بتدعم فكره اخراج اخوها ومجموعه من الفنانين، وتجربه كده جديده لطيفه. صحيح. قول لي التجربه دي وانت بتشتغل مع اصحابك، يعني وانت بتشتغل كده. الاول كان مخرجين، احنا قلنا اسامي عتاوله. هنا بقى ده الاصدقاء، دي كانت عامله ازاي؟ لا دي كانت جميله، واحمد مكي كمخرج يعني عايز اقول لك خياله رائع، وفي الكوميدي بالتحديد. خلي بالك ان ده كان فيلم قصير، وكان مشروع احمد مكي في معهد سينما، لان هو يعني خريج اخراج في معهد سينما، وبعدين حوله لفيلم طويل. والفيلم الحقيقه يعني كان شديد الجمال في الكتابه، وكان الحقيقه لما دخلنا اشتغلناه بروح منطلقه تماما، وقادرين ان احنا يعني نشتغل جوه الحكايه بشكل مختلف ونطلع حاجه جديده. وده كان بقى الابديت، يعني انه في الاخر بتشتغلي مع جيل جديد، واللي هو منك وشبهك، فشويه بتلاقي انه في توائم بقى في الافكار، والروح دي بتخلي الروح اللي ما وراء الكاميرا بتخلي اللي قدام الكاميرا كمان شكله افضل واحلى يعني.